أزمة جديدة هتواجه الأهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للسنة 2024 على حساب الترجي التونسي، وطبعا ترشحه لبطولة مستحدثة جديدة من الفيفا وهي الانتر كونتيننتال، واللي تعتبر بديل لبطولة كأس العالم للأندية. الأزمة دي هي تعارض في المواعيد ما بين مواعيد الفيفا ومواعيد الكاف. بشكل مبدئي كده تم تحديد مواعيد البطولة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا للسنة 2025، واللي هيشارك فيها الأهلي بشكل رسمي بصفته بطل النسخة السابقة اللي فاز بيها سنة 2024. ومن المنتظر ان الاهلي يكون في مشكلة بسبب مشاركته في دوري ابطال افريقيا وكاس الانتر كونتيننتال، والازمة دي هتكون بسبب مواعيد متضاربة في منتصف ديسمبر اللي جاي، لان الجولة السادسة من دوري ابطال افريقيا دور المجموعات هتكون احد ايام 13 و14 و15 ديسمبر اللي جاي، والمباراة الفاصلة لكاس الانتر كونتيننتال اللي هي مباراة نص النهائي هتكون يوم 14 ديسمبر، والمباراة النهائية هتكون يوم 18 ديسمبر مع بطل أوروبا اللي هو ريال مدريد. الموضوع ده مش جديد على الأهلي، لأنه في 5 فبراير 2022 اضطر الأهلي إنه يدخل الماتش بتاع مونتيري المكسيكي في بطولة كأس العالم للأندية من غير لاعيبته الدولية اللي كانوا بيشاركوا وقتها مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، ووصلوا للنهائي قدام السنغال وقتها مع كارلوس كيروش، والنهائي ده كان هيتلعب يوم 6 فبراير. ولولا ستر ربنا الاهلي قدر يفوز يومها على مونتيري المكسيكي. فهل يستمر مسلسل تعارض المواعيد ما بين الكاف والفيفا والاهلي يكون دايما هو الضحية، ولا هيتم التنسيق ما بين الجهتين ونخلص من وجع الدماغ ده؟ انا مستني رايك في الكومنتات.